السلام عليكم. وصفتنا لليوم حلا بارد في 10 دقائق وب3 مكونات، بدون بيض ولا فرن. طريقة سهلة وطعم جدا لذيذ. ويلا نشوف المكونات مع طريقة العمل. نحتاج 4 باكيت من الدريم ويب أو ما يعادل كوب من الكريم شانتيه. نضيف عليهم كوبين من الحليب البارد جدا، وملعقة من الكاكاو والبودرة. طبعا هذه خطوة اختيارية. نحركهم شوي حتى يندمجوا، وبعدين نخفقهم. نخفق الكريمة حتى تصير متماسكة. الكريمة صارت متماسكة، بس حبيت أحط ملعقة إضافية من الكاكاو والبودرة عشان تقوي الطعم أكثر. ونحركهم مع بعض حتى يندمجوا وتكون جاهزة معانا الكريمة. نخليها في الثلاجة لحين الاستخدام. الحين نحتاج كوب من الماء نحط عليه ملعقة صغيرة من النسكافيه لتغميس البسكوت، ونغمس طبقة من بسكوت الشاي تغميس سريع عشان ما يذوب. وبعدها نضيف ملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من الكريمة اللي حضرناها. نسويها بشكل كامل. وبعدها نرشها بالكاكاو والبودرة رشة خفيفة، ونفس الشي نغمس طبقة ثانية من بسكوت الشاي. طبعا احنا نتحكم بعدد طبقات البسكوت. ونحط طبقة من الكريمة. نسويها. وبعدها نحط عليها شرائح الموز. طبعا هذه حركة اختيارية، بس تعطي طعم جدا لذيذ في الحلا. وإذا ما كان متوفر الموز ممكن نحط شرائح الفراولة. نرشها بالكاكاو البودرة. ونعيد طبقة ثالثة من البسكوت. ونحط طبقة بالكريمة. طريقة جدا سهلة وبسيطة وطعمها جدا جدا لذيذ. الحين راح نرشها بشوية كاكاو بودرة، ونحط آخر طبقة من بسكوت الشاي. ونحط كل كمية الكريمة الباقية. ونساويها، وندخلها الثلاجة 4 ساعات أو حتى تتماسك الكريمة. طبعا رشيناها بالكاكاو. وهذا الحلا بعد تقريبا 4 ساعات.
جدا لذيذ وسهل وبسيط، ومكوناته متوفرة في كل بيت. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم على خير، وإلى اللقاء.